التقديم لامتحان اختبار القدرات فتح خلاص، وحسب كلام الوزاره ان هو هيفضل مستمر لغايه يوم الخميس الموافق 8/8. وطبعا لو انت مش فاهم يعني ايه اختبار قدرات وايه الكليات اللي هي اختبار قدرات وعندك كده تساؤلات كتير، فانصحك بالفيديو بتاع الحلقه اللي فاتت، نزلت لكم فيه كل التفاصيل بخصوص اختبار القدرات، ايه هو اختبار القدرات وايه الكليات اللي ليها وايه الكليات اللي كان ليها واتلغى وكل التفاصيل اللي هتحتاجوها. وزي ما وعدتكم الحلقه اللي فاتت ان انا لو شفت دعم وناس كتير عايزه فيديو يشرح فيه ازاي تسجل اختبار القدرات هعمل على طول الفيديو ده لو انتوا عايزينه. فلو عايزين بقى تعرفوا ازاي تسجلوا لاختبار القدرات خطوه بخطوه، يبقى لازم دلوقتي تصلوا على النبي وتتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخلونا يلا صديقي نبدا نسجل مع بعض خطوه بخطوه ازاي تسجل على اختبار القدرات لسنه 2024. اول حاجه صديقي هتدخل على الرابط اللي هسيبه لك تحت في وصف الفيديو وهسيبه لك اول تعليق، هتلاقي مقاله يا صديقي. المقاله دي مهمه جدا لان فيها تفاصيل كتير بخصوص الموقع بتاع التنسيق وكل اللي هتحتاجه منه، لكن اللي يهمنا الحلقه دي ان انت في نهايه المقاله دي هتلاقي كلمه اضغط هنا. لما هتضغط عليها هيجي لك 30 ثانيه كده بيقلهم لغايه ما تبقى صفر، وهتلاقي اضغط هنا او جو او ايا يكن. اضغط على الكلمه دي هتلاقي موقع التنسيق اتفتح قدامك. وقتها بقى صديقي هتبص بعينك كده هتلاقي مكتوب خدمه تنسيق الثانويه العامه، الآن الحجز مفتوح لأداء اختبار قدرات الثانوية العامة لسنة 2024. هتضغط عليها يا صديقي هتلاقي صفحة تانية اتفتحت لك وهتلاقي مكتوب اضغط هنا لأداء اختبار قدرات لسنة 2024. هنضغط عليها برضه يا صديقي. وقتها يا صديقي هتفتح لك صفحة فيها شريط، لو ضغطت عليه هيجيب لك خيارات كتير، هيجيب لك ثانوية عامة وهيجيب لك مدارس ستيم وهيجيب لك مدارس النيل وهيجيب لك الجالية المصرية في السودان. هتشوف انت ايه فيهم وتختار، وطبعا اغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده ثانوية عامة فهتختار منهم طبيعي ثانوية عامة. وقتها يا صديقي هتلاقي ظهر لك تبويبات جديده، وهي رقم الجلوس ورقمك القومي ورقم كده بتعمله عشان يتاكد ان انت مش روبوت. بتبدا تدخل بياناتك دي يا صديقي، تدخل رقم الجلوس بتاعك وتدخل الرقم القومي بتاعك وتدخل الرمز اللي هو طالبه منك، وهتركز يا صديقي وانت بتدخل البيانات بتاعتك. ونصيحه مهمه يا صديقي، ما تشاركش الحاجات دي مع اي حد، ما تقولش ده صاحبي وصاحب عمري فهديله رقم جلوسي ورقم القومي ويساعدني ومش عارف ايه. ساعات يا صديقي بيقابلنا ناس ما بتبقاش سالكه وما بتبقاش ناس كويسه، بياخدوا الحاجات دي ويدمروا لك حياتك، لان هو لو معاه البيانات دي يقدر لو انت مثلا عايز تعمل اختبار قدرات حاجه يدخل هو يلغيه. ممكن تبقى انت عامل التنسيق بتاعك بعد كده حاطط مثلا كليه هندسه رقم واحد، ممكن يشيلها ويحط لك كليه اداب، فهو معاه بقى الصلاحيات ان هو يدخل وانت مش هتبقى عارف ده حصل ازاي. هتبقى فاكر مثلا ان التنسيق ما جابكش للكليه دي، بس في ارض الواقع ممكن يكون حد دخل ولعب في البيانات بتاعتك. يبقى ليه يا صديقي خليك من البدايه كده، انا بقول لك اهو الخطوات خطوه بخطوه وبفهمك هتعمل ايه، فما تشاركش بياناتك مع اي حد اطلاقا. نرجع لموضوعنا. بعد ما هتدخل يا صديقي رقم جلوسك ورقمك القومي والرمز اللي هو عايزه، هتضغط تمام وتابع. في الصفحه الجايه اللي هتظهر يا صديقي هتلاقي بيقول لك دخل رقم تليفون معاك ودخل بريد الكتروني معاك، ولازم تدخل حاجات شغاله ومعاك فعلا يا صديقي، بالذات ان انت الرقم اللي انت هتكتبه هيجي لك عليه رساله تاكيد، فدخل رقم موجود معاك دلوقتي عشان يوصلك عليه الرساله وتبدا تدخل الكود اللي هو يطلبه. فانت بعد ما تدخل رقمك وتدخل البريد اعمل التالي، هتلاقي جات لك رساله على الموبايل فيها رمز. خد الرمز ده يا صديقي واكتبه في الخانه اللي هو عايز فيها الرمز ده واعمل متابعه. الخطوه دي مش بتطلب منك غير مره واحده بس ومش هتظهر لك تاني، عشان بس يربط رقم تليفونك في حسابك على موقع التنسيق. بعد ما تاكد يا صديقي بالرمز اللي هو بعته لك ويفتح قدامك، هتلاقي البيانات بتاعتك ظهرت قدامك، اسمك والاداره التعليميه بتاعتك ونوعك وهل انت علم علوم ولا علم رياضه ولا ادبي وكل التفاصيل بتاعتك. اقراها كويس يا صديقي وتاكد ان دي بياناتك فعلا وان مفيش اي اخطاء ولا في اي حاجه غلط ولا في رقم ناقص ولا اي حاجه. اتاكد ان دي بياناتك ومكتوبه مظبوط، عشان اوقات نادرا كده الحاجات دي بتسبب في مشاكل بعد كده احنا في غنى عنها. فتاكد ان انت البيانات المكتوبه قدامك هي بياناتك فعلا يا صديقي. وكمان اتاكد ان انت نزلت دلوقتي عملت لايك وعملت سبسكرايب وفعلت زرار الجرس عشان الحلقات الجديده اللي بتتكلم عن الكليات والتنسيقات وكل الكلام ده توصلك. ولو لسه مكمل معانا الحلقه لغايه هنا، انزل اكتب لي دلوقتي رقم 66 عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي مركزين ومصحصحين ومكملين الحلقه لغايه هنا. بعد يا صديقي ما بتتاكد ان بياناتك صح، هتلاقي موجود تحت كل الكليات اللي ينفع تعمل لها اختبار قدرات، فنون تطبيقيه وفنون جميله وتربيه رياضيه وغيرها. هتبدا تختار من كل كليه انت عايز تعمل لكليات ايه اختبار قدرات. يا صديقي ينفع تختار كليه واحده وينفع تختار اكتر من كليه، لو عايز تختارهم كلهم عادي جدا. بتركز كويس يا صديقي وبتشوف انت عايز تعمل اختبار قدرات في كليه ايه وبتحدده. بعد كده يا صديقي بتعمل التالي، فبيظهر لك تبويب جديد بيقول لك
طريقه الدفع بقى بتاعتك، هل هتدفع بقى عن طريق فوري ولا حسابك البنكي ولا ايه؟ بتحدد يا صديقي وسيله الدفع اللي تنفع ليك وتبدا تدفع عن طريق بقى مكنه فوري او ايا يكن انت تدفع ازاي. وطبعا مش هينفع تكمل الخطوات غير لما تدفع، فانت ما تعملش الخطوات دي اصلا غير وانت معاك الفلوس ساعتها. بعد ما تبدا تدفع بقى صديقي هيبدا يقول لك ايه المكان اللي انت تعمل فيه اختبار القدرات، لان هي بتختلف من كليه للتانيه ومن محافظه للتانيه. يعني طلاب بورسعيد مثلا لو عايزين يعملوا اختبار قدرات فنون تطبيقيه، هم ما عندهمش فنون تطبيقيه هناك، فهتلاقي دايما طلاب بورسعيد بيمتحنوا في محافظه دمياط في جامعه دمياط، لكن بتوع الاسماعيليه مثلا ممكن يروحوا محافظه ثانيه وهكذا. وطبعا لو انتوا عايزين نعمل حلقه كامله عن كل اختبار قدرات لوحده، لو انا مثلا عملت اختبار قدرات عن تربيه رياضيه هقول لك كل محافظه اختبار قدراتها فين. يعني مثلا بتوع دمياط اختبار قدراتهم في دمياط، بتوع بورسعيد اختبار قدراتهم مش عارف فين وهكذا. لو عايزين نعمل فيديو عن اختبار قدرات اي كليه اكتبوا لي تحت في التعليقات، فنون بقى جميله، فنون تطبيقيه، اي كليه انتوا عايزينها، واقول لكم كل التفاصيل اللي هتحتاجوها عن اختبار القدرات بتاعها، سواء الادوات اللي هتحتاجوها، نصايح مهمه، ايه الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، كل حاجه هتحتاجوها ان شاء الله. وكمان يا صديقي هيقولوا لك التاريخ اللي انت هتروح تمتحن فيه والوقت المطلوب منك، ولازم يا صديقي تلتزم بالبيانات اللي هتطلع لك سواء المكان او التاريخ او الوقت. ما يبقاش طالع لك اللي انت امتحانك بكره وتقول لا انا هروح بعد بكره. لكن العكس يا صديقي، ممكن يجي لك مثلا اختبار القدرات بكره وبكره ده اصلا اجازه رسميه والجامعه قافله، وقتها عادي ما تقلقش وروح اول يوم يبقى فيه دراسه. يعني هم يختلفوا في المواعيد عادي لكن انت ما ينفعش تختلف، هي كده. وملحوظه مهمه يا صديقي، الكليه اللي هتعمل فيها اختبار قدرات حاجه والكليه اللي هتدخلها حاجه ثانيه. يعني زي ما كنت بقول لك ممكن يجي واحد من بورسعيد يقول لك والله انا نفسي ادخل فنون تطبيقيه بس عايزها اللي في جامعه القاهره مثلا، مش عايز انا دمياط، واختبار القدرات بتاعه جاي له ان هو لازم يروح يعمله في دمياط. ساعتها ما يفكرش ان هو عشان بيعمل اختبار القدرات ده في جامعه دمياط يبقى انت لازم تدخل فنون تطبيقيه جامعه دمياط. لا، ده مجرد مكان بس انت بتعمل فيه اختبار القدرات، لكن لو اتقبلت ان شاء الله تروح بقى اي فنون تطبيقيه في اي حته في المحافظه حسب التنسيق هيوديك فين. فما تقلقش يا صديقي، مكان اختبار القدرات حاجه والكليه اللي هتدخلها حاجه تانية كجامعه، يعني مش ككليه، لا هي فنون تطبيقيه دي الكليه هتدخلها في اي حته، لكن الجامعه بقى حسب انت عايز تدخل جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه دمياط، دي اللي بقى اللي هتختلف حسب تنسيقك ومزاجك. بالنسبه بقى صديقي لشويه ملحوظات مهمه وشويه نصايح، الاوراق اللي هتاخدها معاك بقى ايه هي؟ ايصال الدفع يا صديقي بتاع فوري اللي انت دفعت فيه، حاجه تثبت ان انت دفعت الفلوس، وخد معاك استماره التسجيل بتاعه اختبار القدرات، يعني لما يطلع لك استماره في الاخر ابقى اطبعها وخدها معاك، وخد معاك يا صديقي رقم جلوسك وخد صوره منه، وخد معاك صوره شخصيه لنفسك ما عدا اختبار قدرات تربيه رياضيه خد لك صورتين شخصيتين، وخلي معاك برده بطاقتك وصوره منها عشان لو اتطلبت احتياطي. طبعا كل ده مش هيطلب منك في اغلب الكليات، بس في كليات بترخم وبتطلبهم، لكن العادي عشان اكون صريح معاك ايصال الدفع ورقم جلوسك وصوره منه وصوره شخصيه، لكن زود علشان ممكن يطلب منك رخامه كده في بعض الاماكن. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى يا صديقي اكون فعلا قدرت اساعدكم، واتمنى انت كمان تكون نزلت ساعدتني وعملت لي لايك حلو زيك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال، اي استفسار، اي بقى حاجه عايزنا نعملها عنها فيديوهات الفتره الجايه، اكتب لي تحت في التعليقات وعينيا الاثنين ليكم. ولو كملت معانا الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للنهايه. اتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف وتكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.